فول. عايزه اقول لكم حاجه عن تجربتي هنا في المانيا من 18 سنه، وعموما في اوروبا من 23 سنه. اول ما جيت المانيا انا استغربت جدا الناس، واستغربت الحياه، واستغربت العيشه والنظام، كل حاجه كانت غريبه عليا وكانت جديده عليا، وكانت صعبه في الاول لانه هنا مفيش حياه اجتماعيه خالص، واحنا جايين من بلاد كلها حياه اجتماعيه وكلها اهل واصدقاء، وما بنعرفش نعمل حاجه لوحدنا الا مع الناس، وما بنستمتعش الا لما ناكل مع بعض ولما نحكي مع بعض. كل ده هنا تماما العكس، 180 درجه على النقيض عن الناحيه التانيه. اول ما جيت كنت بمشي بجد في الشارع اعيط، الساعه 6 بالليل في الشتاء كنت بمشي في الشارع اعيط واقول هي دي ألمانيا، هي دي اللي الناس بيحسدونا عليها ان احنا هنا فيها. وما كنتش سعيدة نهائي، كنت بقعد اسبوعين او 3 ما بكلمش حد، لدرجة ما كانش في ساعتها الفيسبوك والانترنت والحاجات دي كانت لسه جديدة، ما كانتش عند كل الناس، وبالتالي ما كنتش عندي تواصل مع اهلي في مصر بشكل مستمر. كان بنتصل بالتليفون. كنت بعيط، كنت فعلا بعيط، وكنت مش عايزه اعيش هنا، وقلت لا، البلد دي مش مكاني، والبلد دي مش اللي انا حابه اعيش فيها، والبلد دي صعبه عليا، وقررت ان انا امشي وما ارجعش تاني في البلد دي لظروف ما، ولنصيب ربنا، قدر ربنا كاتبه. ورجعت تاني وعشت، وغصب عني عشت، وغصب عني قلت هتأقلم. يعني هتأقلم يعني لازم اعيش سعيده حتى لو الحاجه دي عكس اللي انا بحبها. وكان ده اقصى قرار انا خدته في حياتي على نفسي، لان انا الوحيده اللي بعمله في نفسي، محدش بيفرضه عليا، انا اللي فرضته على نفسي، وانا اللي قررت اعمله بنفسي. كنت بقعد في الاول 3 أسابيع او شهر محدش بيكلمني خالص، بروح المكتبه اديهم اخش على الكمبيوتر اطلب الحاجه اللي انا عايزاها من المكتبه بالكارت، واروح عند الموظفه تديهوني من غير ما نتكلم. اروح السوبر ماركت اشتري الحاجه، احط الحاجه كلها واروح ادفع بالكارت، محدش بيتكلم، كل حاجه محدش بيتكلم نهائي، لدرجه ان انا قلت لا 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 لا, لا مش هعيش هنا خالص. بعد كده لما قررت ان انا هعيش، وقررت اني هكمل، وقررت اني هعمل من الصعب سهل، ابتديت بقى اعمل حاجه حلوه قوي. الحاجه الحلوه دي كانت اني هخلي الاحظ كتير قوي واتعلم كتير قوي منهم. يعني اشرب زي السفنجه كده، زي ما احنا بنقول الاطفال وهم صغيرين بيبقوا سفنجه بتمتص كل شيء الاهل بيديهولهم او المدرسه، او انا بقى بالظبط كنت هنا البيبي الصغير اللي لسه بيمتص كل الحاجات منهم عشان يتعلم. بس انا ما كنتش بمتص وبس، انا كنت بمتص واحلل هما ليه بيعملوا كده، هو انا ليه مختلفه، هو انا زيهم، هو انا بقيت منهم، هو انا لسه مصريه. الحاجات دي كلها كانت بتدور في دماغي طول الوقت. ساعات كنت بقول انا ما بقتش مصريه، وساعات بقول ليه انا لحد دلوقتي متمسكه بالحاجات دي مع اني عايشه في حاجه تماما العكس. ايه السبب اللي مخليني مرتبطه بالحاجات دي لسه؟ اللي عايزه اقوله لكم ان كل حاجه في الدنيا لو انت خدتها انت اللي عايزها وانت اللي قررت تاخدها، مهما كانت صعبه هتقدر عليها، ومهما كانت مستحيله والناس كلها ممكن تقولك مستحيل، انت الوحيد القادر على جعل المستحيل ممكن بايدك، بارادتك، بتعايشك مع الواقع، بتدريبك لنفسك انك تحب الواقع ده لانه واقع اتفرض خلاص، وتطويع نفسك انها تتقبل هذا الشيء اللي انت مش متقبله بحب. ابتديت بقى اشوف ايه الحاجات الحلوه
الحلوة المشتركة بيني وبينهم، او حتى لو هم مش موجودين في الصورة بتاعتي، ايه اللي انا بحبه عشان لما اعمله هنا ابقى سعيدة. وده رسالتي النهاردة لكل ست قاعدة في ألمانيا او في اوروبا عامة في البيت وما بتشتغلش، ما بتعرفش اللغة، وعندها اولاد. اولادك وبيتك جزء مهم جدا في حياتك، بس انت كمان جزء مهم لنفسك في حياتك. مش حلو انك تكوني عايشة بس للآخرين، حلو انك تكوني عايشة كمان لنفسك مع الآخرين. يعني ايه؟ لازم يبقى في جزء ليكي، الجزء اللي ليكي ده لازم تشوفي هواية، لازم تشوفي. بس على فكرة انا مش عايزة اقول الهواية تكون مثلا ان انا طول النهار ماسكة التليفون بقلب في الفيسبوك او في اليوتيوب او في الانستجرام او في الحاجات اللي هي سوشيال ميديا، يعني لان ده مش هواية، ده تعود خاطئ زرعوه فينا عشان يسيطروا بيه على عقولنا. فارجوكم ارجعوا للكتب، ارجعوا للمزيكا، ارجعوا للرسم والفن، روحوا زوروا معارض فنية لو بتحبوا، روحوا زوروا حاجات موسيقية، حفلات موسيقية، ايفنتس لو بتحبوا. كل انسان لو دور جوه نفسه هيلاقي ايه اللي هو بيحبه. في حاجات كل انسان هو الوحيد اللي يقدر يحددها ويقول انا بحب كذا. انا بحب، ممكن تكون ما بتحبش المزيكا ولا الفن، انا واحدة بتحب المزيكا والفن، انت ما بتحبش، طيب بتحب السبورت الرياضة، خلاص العب رياضة، روح اعمل حاجة من الحاجات اللي انت بتحبها في الرياضة دي انواع متعددة. انا بتكلم كمان على الستات والرجالة يعني الرسالة للستات والرجالة، لكن انا بحدد رسالتي دلوقتي للستات اللي قاعدين في البيت، اللي مش لاقيين حاجة يعملوها غير ولادهم وبيتهم والاكل والشرب. صباحكم فل، رشا امين.